السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. أنا سمسمة ودي قناتي. يا رب تعجبكم وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديوهاتي توصلكم. طبعا جولة كده ولفة معايا في السوق بتاعنا يوم الحد. زي ما انتم شايفين بيبقى فيه خيرات ربنا. ده أول حاجة كده الكرنب ده كرنب صيفي اسمه بطة. الكرنب الصيفي ده بنسميه بطة. طبعا زي ما انتم شايفين هسأل يعني على كل حاجة كده واحنا ماشيين واحدة واحدة. ده الموز ده الكيلو ب11 جنيه، وهعرفكم على كل الأسعار. وسألت على كل حاجة وانا ماشية. وطبعا انا اشتريت، بس انا مرضتش اشتري في الاول كده عشان ما اشيلش شنط طول ما انا ماشية. انا اشتريت من اخر السوق. الموز ده ب11 جنيه. وطبعا كرنبايه الصيفي دي لسه طالعة ب15 جنيه. لو كرنب بلدي، طبعا الكرنب البلدي اللي هو بتاع الشتاء قل شوية. فلما باجي اسال عليه بلاقيه ب35 جنيه. اول حاجه هنا كده دي الفوانيس بقى، كل سنه وانتم طيبين، بتاعه رمضان. دي اول فوانيس تقابلني واخر فوانيس، هي فعلا قالت لي كده. لما جيت طبعا اتفرج على كل الفوانيس وكنت هجي اشتريت طبعا منها فانوسين. فانوس لولاد اخويا سمسمة الصغيره واسماء، ربنا يخليهم يا رب، وكل سنه وهم طيبين. فاشتريت لها فانوس كده. انا طبعا بسأل على الاسعار وكتمت طبعا صوت السوق. ما رضيتش طبعا اطلع بالصوت بتاع السوق زي فيديو جمصة كده والبحر والرمل وكده، لا. لان صوت السوق ده مش هتستحملوه بصراحة يعني. طبعا هي بتعرفنا على الاسعار وانا بصور. هي قالت لي صوري براحتك زي ما انت عاوزة، وانا مصورة بالطول علشان طبعا مش عارفة اصور بالعرض. علشان انا ماسكة برضو الشنطة في ايدي ومش عارفة اصور بالعرض يعني. فصورت بالطول، لان عشان اصور بالعرض لازم اتملك بالتليفون بايدي الاتنين. المهم عرفت الاسعار بتبدأ. يعني ده مثلا ب50 جنيه، ده يعني اقل سعر. علشان بيتكلم وبيقول الوحوي يا وحوي وحلو يا حلو. الأقل منه ب20 جنيه وب25 جنيه. ونور بس، يعني هو شغال نور بس. طبعا أنا كتمت لكم صوت السوق وهتسمعوا صوت الشارع بتاعنا. فدي عيال بقى وهشوفوا الصوت مش هعرف. المهم طبعا أنا اشتريت ده واشتريت ده ب20 جنيه، والتاني ب50 جنيه. مشيت طبعا وهي قالت لي والله العظيم ما تلفيش وتسألي، لان ما فيش فوانيس غير على الزراعية اللي هي السوق ده غيري انا. وفعلا هي كلامها صح. انا مشيت الحي كله والسوق كله ما كانش فيه فوانيس اللي عندها هي، وقالت لي انا عندي كل الجديد. وطبعا انتوا شايفين الفوانيس كان شكلها جميل. سبت الفوانيس بقى ودخلت على محل الزينة اللي هي الفروع النور دي والشراشيب. ودي اللندا اللي هي اسمها لندا ديسكو، بتتعلق في البلكونه وبتتقد بالليل، بتحس ان انت يعني في ديسكو في ديسكو فعلا. دي بقى بتبدا الفروع دي بتبدا مثلا من 15 ل 25 50. اللي في ايدي ده ال15. التاني اللي هو الاولاني الابيض قوي كان ب25. هدخل طبعا اسال على حاجه نظيفه. انا عايزه حاجه نظيفه بقى، لان فعلا الحاجات دي بتجيبيها بتقعد معاكي بالسنتين 3. دي طبعا كل العلب اللي فيها. ودي فوانيس تانية. ودي فروع النور زينة جميلة جدا والواناتها حلوة زي ما انتم شايفين. طبعا انا لو كنت رحت بالليل بقى، المحل ده بيبقى بالليل عبارة كده يعني عن حاجة نور في نور بجد، وبيبقى شكله تحفة. وما شاء الله طول ما انت ماشية على الزراعية هتلاقي كل المحلات بتاعت زينة رمضان. تحس ان انت ماشية في مول كله انوار كده وانوار الوان جميلة جدا. دي الفوانيس طبعا. دي فوانيس برضو بس رفيعة. وكل انا طبعا مش عارفه حتى الموبايل تحت كده ليه، انا اصلا ملبوخه، كان في ايدي حاجات برضو. وانا بتفرج كل ده، انا بتفرج يعني كل ده هو بيجيب لي حاجات وبيفرجها لي. وبرضو شايفني بصور ما قالش اي حاجه وعادي. هما بيحبوا كمان ان انت تصوري. شفتوا المحل من جوه عامل ازاي ما شاء الله. لو كنت بقى رحت بالليل اشتريت بالليل. بس انا طبعا رايحه الصبح علشان السوق بتاعنا يوم الحد. هو كده بيجرب لي كل الفروع. وانا بتفرج برضو والموبايل في ايدي مفكره ان هو مقفول. ف زي ما انتم شايفين برضو بيجرب لي ورايحه جايه معاه عشان اشوف الاسعار كلها. طبعا انا قلت لكم بتبدا من 15 جنيه، والفرع بيبقى 5 متر. انا جبت طبعا اتنين هوريهولكوا دلوقتي. اصلا جبت اتنين من اللي هي ب50 جنيه وواحد ب25. وطبعا انا طلعت بقى خلاص يعني. خلاص انا برضو كنت عايزه الليف ده اللي احنا بنستحمى بيه. الليفه ب20 جنيه وخدت منها الليفه ومشيت. ده بقى سوق الهدوم.
يعني لو انت عروسة تدخلي السوق ده تاخدي كل جهازك اللي هي الهدوم، كل هدوم ما شاء الله، بناطيل، قمصان، قمصان شقة، قمصان نوم، عبيان، ترنجات، دفايات، دفايات يعني برمودات، كل حاجة. يعني مثلا خمار زي الأبلة دي لابساه، عبيان شتوي، عبيان صيفي. وطبعا كان في عبيان برضو الصيفي بدأ يطلع. ودي شنط، اشتريت شنطة برضو، الشنطة هنا ب85 و75 وب50. لو رحت محل على المكان اللي انا ماشية فيه ده، اقل شنطة هناك ب130، وانا كنت متوكلة على الله هروح اشتري الشنطة دي ب130. لقيت ده طبعا، وقفت عنده خدت شنطة ب75. مشيت طبعا من عنده. ودي بقى الورود زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجات جميلة جدا. كل السوق ده فيه كل حاجة، كل حاجة. وفي محلات برضو، يعني في محلات، بس المحلات بقى بتبقى أسعارها نار قايدة. طبعا أنا طلعت من السوق كده، يعني كده بدأ على فكرة يا جماعة. بصوا يعني السوق تحس ان هو ما فيهوش ناس كتير. المنطقة دي انا ما كنتش بعرف امشي فيها، بنمشي نتخبط في بعض كده. طبعا انا طلعت بقى من سوق الهدوم، دخلت على سوق الفاكهة. وبرضه في كل مكان هتلاقي فاكهة ما شاء الله. الاسعار الفاكهة جميلة. الطماطم ب8 جنيه، الليمون ده ب9 جنيه، دي سجاجيد. الفلفل ب15 جنيه. تعالوا بقى ندخل هنا على السوق بتاع شفت ديت بتاعت الجبنة، الحصيرة بتاعت الجبنة والقيسة. وهندخل شوية برضو على الشواية دي. دي طبعا المطارح اللي احنا بنخبز عليها العيش. في مطارح طويلة ومطارح مدورة. ودي مشابك. وده الفخار، انا جبت فخار برضو، جبت من الصغير ده، جبت 6، التلاتة ب10 جنيه، رخيص جدا جدا. دي السجان، دي الصاج اللي ممكن تعملي فيه حلويات. قلل الفخار دي طبعا طواجن. عندك برضو الحصيرة والقفاصة ديت بتربي فيها الحيوان. والست ده عسل أوي، قالت لي صوريني. والغربال والمنخل والبراميل، كل حاجة ما شاء الله. السوق ده عمران، عارف يعني ايه السوق ده عمران. وطبعا دي المقاشة بتاعت الشارع اللي فيها. ودي بقى حاجات ايه يعني الناس اللي هم عندهم عربيات كارو بيستعملوها. ودي براميل صغيرة وشنط للسوق برضو وشوايات. ما شاء الله كل حاجة اللي انتوا عايزينها. ودي الشواية، دي الفحم بتاعها، ده الفخار برضو. وديت باترينا كده فيها دهب صيني. البسلة بالكيلو ب16 جنيه، رخيصة برضو لأن بتتباع عندنا هنا في الشارع لما بيجي بعربية ب20 جنيه. يا رب الفيديو عجبكم، ولايك حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.